يا زملكاويه، انا وحشني الزمالك بجد. الفريق ده المفروض ما يبطلش كوره ولا ياخد اجازات خالص. من ساعه ما الدوري وقف وخدنا الكاس من بطل افريقيا اللي رقعت صن داونز، اللي رقع الاهلي وسط ناس وجمهوره خرجوا من البطوله، والواحد مش عارف يتسلطن كوره بجد والله. هتقول لي بقى كاس العالم شغال والانديه الكبيره بقى ايوه والله فعلا انديه كبيره وكل حاجه، بس الواحد بيتفرج بيحس ان خيل بيرمح في قلب الملعب. يعني بيلعبوا العاب قوه مش كره قدم، بيلعبوا على النفس الطويل، مفيش كده اللمسات السحريه والفن والهندسه بتاع الزمالك. وربنا ما عارفين نتسلطن كوره بقى. يجي واحد اهلاوي بقى يقول لي ايه، طب ما الاهلي كان بيلعب في كاس العالم ومعاه لعيبه الزمالك. اقول لك لا، اسمع ليفا، اللي يقلع التيشيرت الابيض ويلبس الاحمر يبقى احمر منه مفيش، جوه الملعب وبره الملعب. عايز تشوف دليل؟ بص كده، زيو زيو زيو. ايه الاهانه اللي انتوا فيها دي؟ ده كان يتعمل فيه كده وهو لابس التيشيرت الابيض على الطلاق نضربه بالنار. انت مجنون يا جدع؟ يا جدع لعيبه الزمالك ديت هي العزه والكرامه والشموخ والهيبه والرجوله والجدعنه يا جدع، فيهم كل حاجه حلوه والله. اللي يلبس التيشيرت الابيض ده تحس بص ان هو خلاص ما بقاش من البشر، واللي بيقلع تيشيرت الزمالك بيقلع معاه كرامته ورجولته وعزه نفسه. عارف ليه يا ليفا؟ عشان الزمالك ده اكيد من عالم تاني. فهمت يا ليفا؟